السلام عليكم حبايبي. النهاردة مفيش وصفة ولا روتين. النهاردة في كلام نفسي أقوله يمكن يوصل لقلب محتاجه، قلب يكون حد محتاجه فعلا. عمرك حسيت إنك بتتعاملي بنية صافية وطيبة ومع كده الناس بتفضل تفهمك غلط؟ صدقوني والله العظيم أنا معارفة أتكلم. عمرك تعبتي من الكلام كل اللي بيتقال من وراكي، من النظرات اللي فيها تقليل، ومن الناس اللي أول ما تنجحي يزعلوا؟ انا تعبت بس ما وقفتش. تعبت لما شفت الناس اتغيرت عليا من غير سبب. تعبت لما كل مرة احاول افرح غيري الاقيهم بيطفوا فرحتي. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم والله العظيم ما عارفة، نفسي اعرف. بس كل اللي هقدر اقوله بس قررت افضفض. يعني انا قررت افضفض كده واقول لنفسي ولكل واحدة بتتفرج عليا: ما تخليش حد يكسرك، ما تخليش الناس تحكم عليكي من كام ثانية في فيديو وهم ما يعرفوش تعب السنين، ما يعرفوش قد ايه انت عانيتي، ما يعرفوش قد ايه انت تعبتي، ما يعرفوش قد ايه انت استحملتي وجيتي على نفسك كتير. بصي، ما حدش بيحس بحد، هما شايفين المظهر، شايفين منظرك. انما دخلوا جواكي، شافوا بيتك، شافوا عيشتك، شافوا انت بتحسي بايه. لا، انت حلوه كده، انت كده حلوه قدام الناس، انت كده حلوه باصرارك وبتعبك وبعزيمتك، بتبيني للناس قد ايه انت جميله وعايشه مبسوطه. بس عايزه اقولك خلي عندك اصرار، بجد خلي عندك اصرار، لانك انت مش لوحدك، انت في ناس زيك كتير كتير كتير. يعني حتى بدمعتك مش هتصعبي على حد، ولا حد هيجي يطبطب عليكي يقولك معلش او حقك عليا او ايه اللي فيكي. لا، انا معاكي، وكل اللي زيك حوالينا كتير. ومش انا وانتي وغيرنا، لا، في كتير كتير الكتير. بس لازم يبقى عندك عزيمة، لازم يبقى عندك قوة، لازم تبقي انتي. اي حد بيفكر يكسر واحدة ويحسسها ان هي قليلة، او يحسسها ان انتي من غيري مش هتبقي حاجة، سواء في الحياة، في العمل، في البيت، في حتى لو في الصداقة كمان. لا، انا حتى لو بايدي ولوحدي هبقى، عشان انا عندي عزيمه وعندي اراده، ربنا خلق لي روح اعرف اتحكم فيها. وربنا قال ايه؟ وان لنفسك عليك حق. يعني انا ربنا نفسي دي هيبقى ليا حق فيها، هيجي يحاسبني عليها. اللي بتستهون بروحها وتتنازل وتهين كرامتها وتهين نفسها وتستحمل سوء المعاملة وتستحمل كل حاجة مش حلوة وتقول لك بكرة الدنيا تبقى حلوة، معلش اصل هي ممكن تكون ما خدتش بالها من التليفون فما عرفتش ترد عليا. اصل هو جه عليا النهارده عشان كان متنرفز في الشغل. اصل هم عملوا كده فيا في الشغل عشان كان في موقف معين فحصل معايا كده. لا، نبطل مبررات، نبطل ندي مبررات لناس ما تستاهلش على حساب نفسنا. كتر المبرر بيخلي اللي قدامك يسوق فيها. فاتعلم تقول لا للغلط، اتعلم تقول لا لكل اللي حواليك وكل اللي بيحاول يكسر نفسك، لان نفسك هتتحاسب عليها. دي حاجة. الحاجة التانية، حاول تخرج نفسك او تبقي احسن من اللي انت فيه بطريقة ما. بجد القهر والظلم والخنقة بيكسروا الواحد، بيضايقوا الواحد، بس بيخلوك واحد تاني، واحد تاني احسن على فكرة. بس بتبقى ساعتها انت اتغيرت، للاسف بتبقى اتغيرت، بتبقى مش عارف تسامح للاسف. بتبقى موجود في وسطيهم ومعاهم، بس مش هو ده بتاع امبارح، مش هو ده اللي استحمل وهيعدي. لا، بتبقى واحد عرفت ازاي تبقى قوي، ازاي ما تستناش حد يطبطب عليك، ازاي انت ايدك تمدها وتطبطب على نفسك، ازاي اول ما هو ايده تيجي تتحط على وشك بتكون انت موقف ايده. اتعلمي ازاي تبقي قوية.
اتعلمي ازاي تقولي للغلط لا، اتعلمي ازاي ما تصعبيش على حد، اتعلمي ازاي تبقي ظهر ودعم وسند لنفسك، عشان كل اللي يشوفك وكان بيجي عليكي هو اول واحد يسقف لك ويتمنى يبقى معاكي، سواء بقى واحد سواء واحدة، كله بيتعلم وكله بيشوف قد ايه الست دي بقت قوية، وازاي دي بقت ناجحة، وازاي وصلت اللي هي فيه دلوقتي. حتى لو انت تعبانة تعالي على نفسك وقومي واعملي كل اللي نفسك فيه وكل اللي بتحبيه، سقفي لروحك، خليكي ظهر لنفسك. صدقني محدش بقى يسند حد ولا يطبطب على حد. فضفضوا في الكومنتات وقولي لي اكتر حاجة وجعتك من الناس ايه، ومين كان ظهرك بجد. بجد انا بحبكم قوي. عايزه اقول لكم انتوا ظهري وسندي ودعمي بعد ربنا. خلينا نحس ببعض، خلينا نكتب لبعض كل اللي حصل معاه موقف، يكتبوا لي في التعليقات. عايزه اقول لكم ادعوا لي كتير. توته في موقف او في حياتها حصلت معاها موقف واتنين وتلاتة، بس ما استسلمتش ومش هتستسلم. دي رسالة لكل اللي بيحبوا توتة. عايزاكوا تبقوا ظهري وسندي ودعمي. كل اللي شاف الفيديو يحط اللايك ويشير الفيديو ويحط تعليق حلو منه. ما تنسوش تحطوا لي في التعليقات ايه اكتر موقف مر عليكم وكان صعب عليكم في الحياة. احب اقول لكم في نهاية الفيديو في حفظ الله ورعايته. باي باي.